السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ الأول كده هنبدأ بسم الله. أنا النهاردة ما كنتش في بيتي، أنا هنا عند ماما. ربنا يخليها يا رب ويديها الصحة ويبارك لنا في عمرها يا رب. احنا طبعا فطرنا زي ما انتوا كنتوا شايفين صينية الفطار وكده. وطبعا لقيت الشقة مش حلوة، انتوا عارفين شقة العيلة بقى بتبقى كلها كركبة، لأن اخواتي وولاد اخواتي على طول عندها وكده. فالدنيا دايما زي ما انتوا شايفين كده. المهم قلت لها يا ماما بقى انا هعمل لك الشقه وكده، حتى اعمل لك الريسبشن مش لازم الاوض. قالت لي لا والله ما انت عامله حاجه وبتاع، والله ما كانت مصممه ان انا ما اعملش اي حاجه في البيت. بس انا برضو صممت ان انا لازم اراضيها واعمل لها. ده رضا امي دوت، انا مش قادره اقول لكم يعني بتمناه قد ايه. ربنا يخليها. المهم هنا طبعا قالت لي خلاص طب اعملي الريسبشن كفايه عليكي. طبعا الريسبشن بتاع ماما مش كبير قوي زي ما انتم شايفين كده، هي الشقه عباره عن ريسبشن واوضتين نوم ومطبخ وحمام. مساحتها مش كبيره، فالمهم انا ما تعبتش فيها قوي، يعني هي كانت لسه حتى بتقولي ده احنا مسحين قريب وكده، بس كل حته في الشقه مليانه هدوم هنا وهنا وهنا. اللي بيجي يقلع عندها كده، هي برضو ست كبيره وما بتقدرش تقوم تعمل حاجه. اللي تقدر يعني عليه بتعمله، اللي ما بتقدرش ما بتعملهوش. المهم أنا هنا بقى لقيت بقى شوية مواعين كده محترمين. رحت دخلت عليهم بعد ما شلت الكراكيب والهدوم اللي في الريسبشن. قلت لها طيب خلاص اخش اعمل المطبخ الاول واخلي الريسبشن الاخر. ولقيت البوتاجاز بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس بصراحة انا يعني بوتاجاز ماما محتاج اي حاجة تسيح الدهون او والصدى اللي فيه والحاجات دي. فانا هعمله لها مرة تانية المطبخ ده. انا لقيته ان هو فعلا عايز تنظيف عميق، يعني مش هينفع تنظيف عادي. بس طبعا لاني عملت الريسبشن وقلت هعمل لها المطبخ، فالدنيا كانت هتبقى تقيلة عليا قوي ان انا اعمله التنظيف العميق ده، فقلت كفاية ان انا اعمله تنظيف عادي خالص. واغسل لها البوتاجاز وكده واعمل لها شوية المواعين. وده بالنسبة لها يعني مش قادرة اقول لكم مبسوطة وسعيدة بيه قد ايه. هي بتفرح بأي حاجة بسيطة قوي، والله يا جماعة الستات الكبار دول أقل شيء تعمليه بيتبسطوا بيه ويدعي لك دعاء، ده كفاية حبة الدعاء اللي أنا طول ما أنا عمالة ما بعمل عمالة بتقولهم لي، طول ما أنا عمالة أعمل في الشقة. وهنا طبعا البوتاجاز خلصته، بس بصوا زي ما انتم شايفين العيون في صدى، في حاجات مش عايزة تطلع. أنا حاولت والله فيها كتير، بس قلت لها ماما لا انت مش هينفع غير اجيب باور او اي حاجه تسيح الدهون وتشيل الصدى والحاجات دي. هبقى اسالك يا ماما ايه اللي يعمل في البوتاجاز، يعني ينظف البوتاجاز كويس. بس انتوا عارفين بقى شقة العيلة. شقة العيلة دي يعني لمنا كلنا، وأحلى مكان والله بيت العيلة ده. وخصوصا لما الأم بتبقى موجودة ربنا يديها طولة العمر والصحة، هي اللي بتبقى فاتحة البيت، فاتحة البيت بصراحة أكل وشرب وكل حاجة. وهنا طبعا الرخام أنا لقيته برضو بالمنظر دوت. على قد ما قدرت جبت كلوروكس ألوان وحطيت بتاع دوت، اللهم صل على سيدنا محمد. صابون سايل، صابون مواعين يعني عادي. وحاولت ان انا برضو على قد ما اقدر انضفه، بس برضو مش قوي. لاني محتاج برضو حاجات جامده ان هي تشيل الدهون والحاجات اللي لازقه في الرخام. فبرضو هشوف الباور او هشوف اي حاجه اجيبها لها، وهعمل لها للمطبخ باذن الله تنظيف عميق جوه الظرف وبره والرخام وكل حاجه والبوتاجاز. بس ان شاء الله المره الجايه نحيينا ربنا. وهي بقى يا حبيبه قلبي قالت ادتني فلوس وقالت لي روحي روحي هاتي سمك وكده، واعملي سمك ورز لاخواتك وسلطه وبتاع. ولمينا كلنا النهارده ربنا ما يحرمنا منها. خلصت المطبخ زي ما انتم شايفين، وقلت بقى اما انضف السمك واتبله وبعدين اخرج امسح الريسبشن واعمله. وهنا كنت بغسل في السمك وسبته بقى يتصفى من ميته وتبلته في التتبيله وبتاع. وكان في عندها مشيتين صغيرين كده، مشايه قدام باب الحمام هي بتحطها، ومشايه في المطبخ يعني مشيتين اتنين. برضو بالعافيه عقبال ما رضيت ان انا اغسلهم، بقت عماله تحلف عليا ان انا ما اغسلش حاجه وكفايه عليا اللي انا عملته. بس انا ما رضيتش برضو ان انا اسمع كلامها، وقلت لها لا انا شايفاهم مش نضاف هعملهم. بس وهنا بقى غسلتهم. بغسل في التانية، انا غسلت واحدة وبغسل ايه في التانية واخدهم بقى على الحمام اشطفهم. لان الدنيا بصراحة غرقت مية، وانا بقى غرقت مية في اليوم ده مش قادرة اقول لكم ازاي. انا بصوا الاسدال بتاعي يعني انا كنت غرقانة من اولي لاخري.
بس وهنا بقى خلاص بفنش المطبخ، قلت امسحه بقى وكده، وهخرج في الاخر خالص برضو زي ما قلت لكم على الريسبشن. بس انا بحب المطبخ اول حاجه انضفه واخلصه، هو المطبخ في مكان والريسبشن في مكان، فانا حبيت برضو ان انا اخلص المطبخ الاول وبعد كده اخرج على الريسبشن. والريسبشن يعني انا مش همسحه كله، يعني انا قلت ايه، انا كنت مصممه ان انا امسحه كله. قالت لي والله يا بنتي احنا بقاله كام يوم ممسوح ونضيف ما فيهوش حاجه. فقلت لها طب خلاص مش انا همسح الجزء حتى اللي بره، اللي هم على طول بيقعدوا فيه وكده وبيدهولوا وعيال. وبعدين اصل ده بيت عيله كمان، يعني اختي ساكنه في الدور اللي فوق واختي التانية في الدور اللي فوقيها، فعيالهم على طول عند ماما. فهو ده اللي دايما بيخلي الشقه على طول والمشايات والمطبخ والحاجه زي ما انتم شايفين كده دايما الدنيا متبهدله عندها. انتوا عارفين بيت العيله برضو، بقول لكم للمره التانية مش هقول لكم يعني، بيت العيله ده اللي بيبقى شايل الكل. هنا بقى على فكره ماما صورتني شويه، دي المفاجاه بقى. ماما هي كانت بتصورني شويه وبنت اختي شويه، بس عرفوا يصوروني هم، برافو عليهم يعني. انا قلت هيطلع بقى فيديو بايظ وكل الفيديو مش مصورين حلو، لكن ما شاء الله لقيتهم مصورين حلو. بصرف النظر بقى عن اسدالي والمنظر اللي انا فيه دوت، بس مش مشكله، كله فدا امي حبيبتي. هنا بقى في الارض حطيت كلوروكس برضه الوان، كلوركس الوان قصدي، وحطيت بتاع دوت اوكسي. وبحب يعني في الحمام وفي اي تصبين في اي غسيل مشايات او اي حاجه، احب برضه احط الصابون السائل بتاع المواعين مع الحاجات اللي انا بحطها دي، بيدي رغوه ونظافه برضه. بس لازم طبعا الكلور او الكلوركس. بس وهنا بقى خدت الحمام كده فوق الوش يعني كده حاجه بسيطه. ده هي كده بقى في الحته دي كانت عماله بقى تزعق لي بره، وهي عماله بتتكلم، يا بنتي يا حبيبتي انت تعبتي قوي كفايه. اقول لها والله ما هقعد يا امي لما اخلص كل حاجه في الشقه، وخلي الاوض بقى يا امي يوم تاني. قالت لي خلاص ماشي. كفايه بس والله ان الواحد يكسب رضاها ويكسب دعوتين حلوين منها، ده بالدنيا كلها، واحنا عايشين بدعواتها والله. ربنا يخليها لنا يا رب. وهنا بقى خلاص انا قربت اخلص، خلصت الحمام وكده خلصت المطبخ، وقلت بقى اخر حاجه بقى ان انا اخرج بقى على الريسبشن. وبعدين بصوا بصراحة، مطبخ وحمام نضاف يعني شقة نظيفة، مطبخ حمام بلكونة سلم يعني شقة نظيفة. لكن شقة نظيفة ومطبخ مش نظيف وحمام مش نظيف ومبلولين مية ويعني الأرض دايما تبقى فيها مية ومفيش نظافة في المطبخ والحمام، تعرفي إن الشقة كلها كده هتتدهول وهتبقى مش حلوة. والمطبخ والحمام برضو بيخلوا الشقة تتدهول، لكن طول ما هم نضاف الدنيا نظيفة. وهنا بقى قلت اما اعملها في الريسبشن زي ما انتم شايفين كده. ماما بقى الحتت البيضة دي عندها، الناس الكبار انتوا عارفين، الا الحتت البيضة دي عندها اساسي. الانتريه لو معلهوش حتت بيضة يبقى كده في حاجة غلط، والا لو الحتت بيضة بقى مش نضيفة كمان لا ما ينفعش، لازم تتشال وتتغير باستمرار. وهي دي الناس الكبيرة بقى، ربنا يخليه. بصوا الحتت البيضة اساسي. انا عايزاكم بقى حبايبي تفرحوا ماما بالفيديو ده، ان انتوا تعملوا لي لايكات كتير وتعملوا لي اشتراك في القناة عشان هي تفرح وتعرف ان هي سبب في سعادتي. الله يبارك لكم. وهنا خلاص خلصت، وعملنا الاكل كمان، وهنحط بقى الاكل ناكل، واخواتي بقى وانا وكده نتجمع ناكل.
هنا دخلت وهو لسه كنت بعمل في الرز. قلت برضه اصور لكم منظر كده يعني وانا بعمل الاكل. ده رز عادي، رز السمك عادي طبعا، اكيد كلكم عارفينه. بصلتين متحمرين في زيت. بعمل وبعد ما بحط الميه تغلي بنحط الرز وشويه فلفل وشويه كمون وشويه الملح وخلاص على كده. واكيد طبعا انتوا عارفين ممكن تحطوا بقى فلفل رومي كده. وهنا خلاص بناكل. وتعالوا كلوا معانا، اتفضلوا معانا. يا ربنا يسعدك يا بنتي يا رب. زي ما سترتيني كده وروقتي لي شقتي وروقتي لي حاجتي وعملتي لي السمك، يا روقتي لي شقتي وعملتي لي السمك. الله يبارك لك يا بنتي وينور لك اللي في بالك يا رب، بحق جاي النبي، حق اذان العشق يا رب. يعني انت مبسوطه يا امي؟ مبسوطه يا حبيبتي، يا رب بس يخليكي يا اهم بنتي حاجه يا رب. رضاكي. يا رب السلام يخليكي عليكم يا بنتي ورحمه يا الله رب. وبركاته، تسعدي. ويا رب يكون الفيديو